لو انت زيي ودخلت كلية من كليات القمة فانت كده ناجح. اما لو اي كلية تانية فانت تعتبر يعني فاشل او مش مهم قوي بالنسبة للمجتمع. المجتمع اللي معظمه ما دخلش كلية قمة زيك. بس عمرك قابلت المهندس اللي شغال على ميكروباص او توك توك او قاعد على القهوة كل يوم من غير شغل، او الصيدلي اللي مش لاقي صيدلية يقف فيها، أو دكتور الأسنان اللي لا عنده شغل في الحكومة ولا عيادة خاصة وماشي في الشارع بيدور على أي عيادة يشتغل فيها؟ في الأغلب قابلت واحد منهم. وأكيد برضو قابلت كتير من خريجين التجارة والحقوق والآداب اللي شغالين في وظائف زي الكاشير، واقفين في محلات أو ديليفري. ده اللي حصل لما ملايين دخلوا الجامعة عشان يتأهلوا لسوق العمل، ولما خرجوا ما لقوش العمل. طب ليه لحد النهاردة إحنا مهووسين بالتعليم العالي؟ بعد ثورة 23 يوليو لما مصر بدأت تبني دولة، الشهادة الجامعية دي كانت تعتبر عقد بينك وبين الحكومة إنك لما تتخرج هتلاقي وظيفة ثابتة واستقرار مادي، مش هتبقى من عامة الشعب، انت هتتنقل للطبقة فوق المتوسطة. في الستينات والسبعينات ناس قليلة جدا اللي كانت تقدر تدخل الجامعة. التعليم الجامعي عموما كان متاح للأغنياء بس، وأجدادك كانوا شايفين ده، واللي قدر منهم يوصل لوظيفة في الحكومة كان شايف الفرق بينه وبين خريجين الجامعات، فبدأ يستثمر في باباك عشان يدخل الجامعة ويلاقي وظيفة ثابتة. باباك بقى دخل الجامعة وقت ما كان أي كلية فيها بتضمن له تكليف حكومي، وكل ما كان التعليم ده أعلى زي كليات الطب والهندسة واللي كان دخولهم أصعب، كل ما كان المرتب ومستوى المعيشة عموما أحسن. باباك طبعا شاف الدكاترة والمهندسين عايشين ازاي، اللي هم كانوا يعتبروا صفوة المجتمع، ومش بس مسألة فلوس، لا مستوى اجتماعي، والناس بتبص لهم بتقدير واحترام ازاي، فقرر يستثمر فيك. وهنا بدأ الهوس بكليات القمة. الحاجة النادرة لما بتبقى متاحة للكل ده بيقلل من قيمتها، وده اللي حصل للشهادات الجامعية. العالم اتغير بس الهوس بكليات القمة لسه موجود وبيزيد كل سنة. وهنا طبعا دخلت الجامعات الخاصة. لو ما لحقتش طب ما تزعلش، احنا هنديلك فرصة تانية بس هتحتاج تدفع مبلغ أزيد شوية. هنا أحلامك وأحلام أهلك اتحولت لسلعة، وده ما بقاش بس على كليات القمة. على حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتر من 500,000 طالب بيتخرجوا من الجامعة كل سنة، واللي بيوصل في بعض السنين ل700,000 طالب. السوق انفجر من الأعداد، ما عادش فيه تكليف حكومي، وفي الحقيقة شهادة البكالوريوس أصلا ما عادش ليها لازمة أيا كانت الكلية. وده خلق سباق تاني، سباق ناحية شهادات الماستر والدكتوراه، الدبلومات والكورسات المعتمدة، عشان يدوب تتقبل في وظيفة انتري ليفل في تخصصك بمرتب قليل، وده كمان مش مضمون. فالتعليم الجامعي واللي بعد الجامعي اتحول لأغلى استثمار هتستثمره في حياتك وبدون عائد. بس انت عارف اصلا ان معدلات البطالة بين خريجين الجامعة اعلى من معدلات البطالة بين الناس اللي ما دخلوش الجامعة اصلا؟ يعني اللي ما دخلش الجامعة عنده شغل وانت لسه مش لاقي حاجة. يبقى مين فيكم صح؟ وهنا بنوصل للتسلسل المنطقي للأحداث. كلنا عارفين إن أغلب اللي دخلوا الجامعة دخلوها عشان يبقى معاهم شهادة وخلاص، وده لأن المجتمع بيتعامل مع اللي ما دخلش الجامعة كأنه ما بيعرفش يقرأ ويكتب. تكاليف المعيشة والتعليم زادت طبعا في السنين اللي فاتت، يعني حتى في الجامعات الحكومية اللي تعتبر سعرها أقل بكتير من الجامعات الخاصة، مازال فيها أقسام خاصة بفلوس أكتر. وحتى لو أنت مش في قسم خاص ففي عندك كورسات بالآلاف ومشاريع تخرج بتكلفك كتير. وطبعا لو اتكلمنا عن الجامعات الخاصة فكلنا عارفين الأسعار بتزيد فيها ازاي كل سنة. فالفلوس دي ما بقتش تدفع مقابل العلم، هي بقت بتدفع مقابل المكانة الاجتماعية اللي الناس هتبصلك بيها، حتى لو انت مش لاقي وظيفة ولا عارف هتصرف على نفسك منين بعد ما تتخرج. وهنا محتاج تسأل نفسك سؤال: طالما انت الشخص اللي هيعدي بكل الضغط والمجهود والامتحانات دي، الكلية هتاخدك غسيل ومكوى وأهلك هيدفعوا كل اللي معاهم، ليه الجامعة مش بتقدم لك تعليم يفيدك فعلا بعد التخرج؟ فاكر لما قلت لك ان احلامك واحلام اهلك في التعليم اتحولت لسلعة؟ الجامعة اتحولت لبزنس او براند بيبيع السلعة دي. وببساطة انت مش العميل المستهدف، اهلك هم العميل. انت ببساطة مجرد شيء هم مضطرين يتعاملوا معاه عشان يحققوا ارباح، فبيعلموك بمناهج قديمة جدا مش هتفيدك في حاجة بعد التخرج، بس ما زالت مبهرة كفاية وتعتبر علم ينتفع به بالنسبة لأهلك.
ولأن رضا العميل مهم عند أي بزنس، فالمنتج اللي بيتباع هنا في الحقيقة هو مش التعليم، هو جملة أنا ابني مهندس أو أنا ابني دكتور، الجملة اللي أهلك هيقولوها للناس والمكانة الاجتماعية اللي انت فيها. هم بيبيعوا إحساس الفخر بيك، مش بالضرورة يكون ليك وظيفة بعد ما تتخرج، ومش بالضرورة يكون عندك المهارات اللي تخليك مسؤول عن نفسك، لكن ضروري جدا يرضوا أهلك، لأن أهلك هو العميل اللي بيدفع. وعشان ما تظلمش أهلك برضو يبقى الغلط كله عليهم، لعلمك انت كمان بتسعى للمكانة الاجتماعية دي. انت فاكر اصلا لما خلصت ثانوي انت كنت عاوز تبقى دكتور جراحة او مهندس معماري؟ ده اكيد مش بسبب حبك وشغفك من صغرك في الفن المعماري، ولا عشان عاوز تعالج البور بيبل. انت لو بقيت دكتور انت هتبقى البور بيبل، انت بس عاوز توصل لحاجة شفتها وانت صغير وعجبتك. لما كان حد يسألك عاوز تطلع ايه لما تكبر وتقول له دكتور او مهندس، فكان هو بيحسسك ان دي الإجابة الصح. ففي الأغلب انت عاوز الناس تبصلك بنفس نظرة الاحترام والتقدير اللي أهلك كانوا بيبصوا بيها للدكاترة والمهندسين زمان. وطبعا الكلية هي اللي هتوصلك للهدف ده. انت عارف ان دكاترة الجامعة بيكونوا ناس شاطرين جدا من الناحية الأكاديميك وبيعملوا أبحاث كويسة جدا، بس أغلبهم ما جربش الشغل بره الجامعة، ما يعرفوش سوق العمل ماشي ازاي، وبالتالي بيدرسوا لك مناهج قديمة عدى عليها 20 سنة أو أكتر. الجامعة بتعلمك النظري، فطبيعي لما تقدم على وظيفة تترفض، لأن الوظائف اللي مطلوبة دلوقتي أصلا ما كانتش موجودة من 20 سنة فاتوا. يا سيدي مبروك التخرج، بس احنا مش عاوزين حد حافظ المنهج، احنا عاوزين حد عنده الخبرة العلمية. ايه ده، انت عاوزنا نوظفك عشان تبدأ تبني الخبرة العلمية دي؟ امال انت بتعمل ايه طول حياتك؟ وده أكبر مقلب هتاخده في سوق العمل. معظم المتخرجين من الجامعة مش عارفين إزاي يطبقوا اللي اتعلموه، خصوصاً إن سوق العمل ما عادش محتاج اللي أنت اتعلمته، في حاجات أحدث بكتير، وطبعاً الذكاء الاصطناعي مش مسهل عليك الدنيا. والمشكلة مش فيك عموماً أو إن أنت مالكش لازمة، هو بس نظام التعليم مش بيتطور بنفس المعدل اللي بيتطور بيه سوق العمل. في فجوة اتخلقت بينهم وانت واقف في النص ماسك شهادة التخرج بتاعتك ومش عارف تعمل ايه. خلينا نفكر في سيناريو هايبوثيتيكال شوية. أنا دكتورة أسنان خريجة جامعة المنصورة. خلينا نفترض إن أنت مش دكتور أسنان ولا حاجة، بس بشكل ما في دكتور معين تبناك وعلمك كل حاجة في الشغل العملي في طب الأسنان. فكده أنا وأنت إحنا الاتنين عارفين الشغل العملي بيتعمل إزاي، بس أنت يعتبر اسمك صنايعي وأنا دكتورة، لأن أنا كمان درست النظري. طيب خلينا نفترض إن الدكتور اللي تبناك ده خلاك تقرأ كل كتب الطب اللي أنا درستها، ومش بس كده، أنت درست كل جديد في المجال وعارف كل تحديث في طب الأسنان. فاحنا كده ما بقيناش متساويين في العلم، لا أنت دلوقتي أعلى مني في العلم. طب تفتكر إيه الفرق بيننا؟ الفرق بيننا موجود في الورقة دي، ترخيص مزاولة المهنة. هنا شهادة التخرج بتفرق، لأن في قانون بيلزمني إن أنا لازم أدخل طب أسنان وأتخرج منها عشان أمارس مهنة طب الأسنان. وانت كإنسان أكيد هتكون عاوز إن اللي يعمل لك عملية جراحية أو يكشف عليك أكيد عاوزه متخرج من طب. بس هل هيفرق معاك لو انت احتاجت جرافيك ديزاينر في يعمل لك لوجو مثلا وهو مش خريج فنون جميلة؟ معظم الشركات دلوقتي بتفكر بنفس الطريقة، مش مهم انت معاك شهادات قد ايه، المهم انت بتعرف تعمل ايه. المهارة العملية والبورتفوليو بقت أهم من شهادة الجامعة. بسبب ان كل الناس بتجري ورا الشهادات عن المهارة العملية، ده خلانا نوصل للواقع اللي احنا فيه دلوقتي. آلاف الخريجين ما بيشتغلوش في مجال دراستهم او ما بيشتغلوش اصلا. انت عارف ان في تقرير اتعمل سنة 2018-2019 بيقول ان 34% من العواطلية في مصر معاهم البكالوريوس او شهادات اعلى، ماستر ودكتوراه. انت ممكن تكون قابلت حد زيي ساب مجال دراسته وشغله سواء في الطب، الهندسة او حتى تجارة، وبيشتغل حاجة تانية، مبرمج مثلا، بيعمل منه فلوس كويسة، بيقبض مرتب من 5 أو 6 أرقام وحقق نجاح مادي. قدامه آلاف متخرجين بيشتغلوا في وظائف زي الكاشير، واقفين في محلات او بيشتغلوا ديليفري، ودي كلها والله وظائف محترمة والناس دول محترمين وبيسعوا، بس الوظائف دي مرتباتها ضعيفة، بتخلي اللي بيشتغل فيها بيعافر عشان يكفي مصاريف حياته. بس انت مدرك هنا ان الاتنين بيشتغلوا في وظائف مش محتاجة شهاداتهم؟ وده بيطرح علينا سؤال مهم: هل التعليم الجامعي له لازمة؟ 4 أو 5 سنين من حياتك بيروحوا في ايه؟ انت بتتعلم حاجة عمرك ما هتستخدمها. طيب القيمة الحقيقية لسنين حياتك ايه؟
لو الشهادة الجامعية مش بتضمن لك شغل لا في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص، يبقى انت المفروض تعمل ايه في حياتك؟ عاوزة اقولك ما تدخلش الجامعة اصلا، بس بصراحة ده مش حل واقعي، المجتمع مش مستعد لده وانت كمان مش مستعد. وعموما الإجابة على السؤال ده هتعتمد على انت مكانك فين دلوقتي. لو انت طالب في الجامعة حاليا خصوصا في كليات القمة، فانت اكيد عارف ان التكليف اتلغى من على كل الكليات ما عدا طب، وهيتلغي من عليها قريب. واكيد برضو تعرف وضع الاطباء في المستشفيات ومرتباتهم. فلو انت عندك القدرة المادية انت او اهلك اللي تشيلك على مدار سنين الدراسة اللي هتدرسها من ماجستير ودكتوراه، وبتحب اصلا الطب ومساعدة الناس وكل الكلام الجميل ده، فربنا يوفقك، انت كمل في طريقك زي ما انت. لكن لو ما عندكش القدرة المادية اللي تشيلك في الطريق ده، فانت لازم تعرف ان الطب مش هيشيلك. يعني سوري في اللي هقوله، بس كليات القمة دي المتغطي بيهم مكشوف. وحتى لو انت بتفكر تسافر انجلترا وتشتغل فيها، انجلترا ما بقتش عاوزاك. انجلترا حاطين الأولوية لخريجين الجامعات عندهم. لازم تدور على حاجة جانبية تشتغل فيها. السنين الجاية هيبقى الطبيعي فيها كلمة أنا دكتور، وحاجة كمان أنا دكتور ومبرمج، أنا دكتور وجرافيك ديزاينر. دور على مهارة تتعلمها تساعدك وقت ما تحتاج شغل. طيب لو انت طالب مش في كليات القمة، صدقني انت فلت، لأن القيود الاجتماعية عليك أقل. انت لازم تبدأ تدور وتشوف سوق العمل محتاج ايه في مجال تخصصك، الوظائف اللي بتتعرض عاوزين فيها ايه. لو ما لقيتش وظائف في مجال دراستك أصلا، يبقى تدي للجامعة جزء بسيط جدا من مجهودك اللي يخليك تنجح وتتخرج وخلاص. أي مجهود زيادة مش مفيد. وما تقعدش تضحك على نفسك بالحجج بتاعت أنا هخلص الجامعة وهاخد كورسات في تخصص كذا عشان أقدم بيه في الشركات. كل الكلام ده مش مفيد، خصوصا لو الشركات مش بتطلب الوظائف دي أصلا، أو بتطلبها بس مش بالعدد اللي يخلي كل الناس تشتغل فيها، أو نسبة كبيرة من الناس احتمالية قبولك ضعيفة. وكمان في نقطة انت مش هتحس بيها غير لما تخلص الجامعة. لما تخلص الجامعة مش هتكون قادر تتعلم حرف واحد زيادة. طاقة التعليم بتاعتك خلصت في ال16 سنة اللي فاتوا، فهتلاقي السنين بعد التخرج بتضيع منك وانت لسه واقف مكانك. وسواء انت طالب في كلية قمة او غيرها، ابدأ شوف سوق العمل محتاج مهارات ايه، المرتب اللي انت عاوز تقبضه ويعيشك كويس شوف بيجي من وظائف ايه ومهارات ايه، وتعلمه جنب دراستك. اتعلمه مع تشات جي بي تي او جيميناي. انت حتى مش محتاج تدفع جنيه في كورس عشان تتعلم او تقعد تدور على الكورس ده بيجي منين. وما تفكرش بشكل محلي او انك عاوز تشتغل في حاجة جنب البيت، فكر بشكل اكبر. الشغل من البيت منتشر جدا دلوقتي، وتقدر تشتغل مع شركات بره مصر وانت في بيتك، خصوصا في مجال الفريلانس. بعد ما تتعلم اشتغل وانت في الجامعة حتى لو ببلاش. ابدأ ابني الخبرة والبورتفوليو بتاعك. اطلب من الشركات فرصة تدريب مجانية. ولو انت في الجامعة او متخرج، ابدأ دور على منح حتى لو بمهارات انت ما تعرفش عنها حاجة. يعني وزارة الاتصالات مثلا بتعمل منح كتير كويسة ومجانية. كمان لو تعرف الاي تي اي بيقدموا منح برضو كويسة جدا، واعرف ناس كتير اتخرجوا من الاي تي اي وقدروا يشتغلوا في اماكن احسن وبمرتبات كبيرة. انا اعرف حد كان خلص منحة الداتا اناليسيس بتاعت وزارة الاتصالات وقت الكورونا، واشتغل في شركة في سيليكون فالي. ولو ما تعرفش ايه هي سيليكون فالي، فده المركز العالمي للتكنولوجيا في امريكا، اللي فيه عمالقة التكنولوجيا، الشركات الرئيسية لفيسبوك او ميتا، جوجل، ابل، امازون، مايكروسوفت. كل الشركات دي موجودة في سيليكون فالي. صدقني العالم فيه اكتر بكتير من المناهج القديمة اللي انت بتتعلمها. لو الفيديو ده عجبك، فممكن تحب تعرف ازاي تشتغل وتقبض بالدولار من الفريلانسنج. يا رب اشوفكم الفيديو الجاي.